لذلك في الفتن الثبات. إذا حصلت الفتن عليك بالثبات، لا تكن خراجا ولاجا فيها أو رأسا في الفتنة. إذا أتت الفتن أنصت ودع الكلام لمن لهم الكلام. ولاة أمرنا علمانا ماذا يقال في الأمور الجامعة، في الأمور العامة، في الفتن الواقعة. ولذلك تجد من الناس من يرجف في الفتن، وفيكم سماعون لهم، فيرجف في الفتنة بالإشاعة والإرجافات. ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. نسمع ما نسمع الآن من الأحداث القائمة. نسأل الله أن يحمي بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يجعل كل أعداء الشريعة كيدهم في نحورهم، وأن يضرب بالظالمين الظالمين وينجي منها المسلمين، وأن يحفظ بلاد الإسلام. وما سمعنا عن دول الخليج وما حصل لها، نسأل الله أن يحميهم ويمدهم بعون من عنده وسلامة وإسلام وطاعة للرحمن، وأن يحقن دماء المسلمين. وأما ما يحصل في هذه الأمور فالواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لولاة أمره. الكويتي، البحريني، الإماراتي، العماني، القطري، السعودي، عندك ولاة أمر وأنت مكفي. عليك بالدعاء صلاح الحال، وأنتم في حرم الله، أكثروا من الدعاء أن يطفي الله الفتن وأن يحقن الدماء، وإلا ما يوما أراد لنا اليهود والنصارى خير، ولا أذنابهم ممن تبعهم من أهل الانحرافات كالرافضة وغيرهم. كونوا على حذر، واعلموا أن شريعة الله باقية، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فشريعة الله باقية، لكن كن أنت من أتباعها. والأمر بيد ولاة الأمر، ونسأل الله لهم الدعاء، والواجب علينا أن يبذل لهم الدعاء أن يدلهم الله من أمرهم رشدا. نعم. وأن يحمي جنودنا وأن يوفقهم فيما يمارسون. فالحمد لله هذه بلدان محمية بإذن الله عز وجل، برا وجوا وبحرا بحفظ الله عز وجل. نعم.